على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقري. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور الحياة. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في وصايا لقمان ابنه، من هو لقمان وما هي هذه الوصايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن لقمان عبد صالح من عباد الله آتاه الله الحكمة، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إن شكر فإنما يشكر لنفسه، وإن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه، هذه وصايا تبدأ من قوله: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. أول شيء نهاه عن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء بغير موضعه، فإذا وضعت العبادة في غير موضعها صارت ظلما، لأن موضع العبادة هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق لها، فإذا عبد غيره فهذا ظلم، وهو أعظم أنواع الظلم، لأن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا تشركوا بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصّنى الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلى آخر الآيات، إلى قوله: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. هذه وصايا لقمان لابنه حينما وعظه. وفي هذا العناية بتربية الأولاد وتنشئتهم على طاعة الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم نشوز المرأة، وإذا لم ينفع الهجر هل تفارق؟ نشوز المرأة هو ترفعها على زوجها من نشز الأرض والمرتفع، فإذا ارتفعت عليه في أخلاقها وآدابها وعصت أوامره فقد نشزت، وإذا منعت حقه عليها فهذا هو النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا أول شيء يعالج بالموعظة. واهجروهن في المضاجع، هذا الحالة الثانية هو الإعراض عنها في المضجع، قيل لا ينام معها وقيل ينام معها ولا يلتفت إليها. واضربوهن، هذا العلاج الأخير. والضرب غير المبرح، المراد الضرب غير المبرح. الزوج يضرب زوجته إذا نشزت وأبت أن تبذل له حقه عليها، أو أن يعالجها بهذه الخطوات: الموعظة، الهجر في المضجع، آخر شيء الضرب، لكنه يكون ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، ويحصل به التأديب. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة بعث بها السائل عبد الله، يقول: أولا يا شيخ، بالنسبة لتشميت العاطس في المجلس، هل يكون من المجموعة أو يكفي واحد؟ تشميت العاطس حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، بهذا الشرط أن يحمد الله بعد العطاس فيشمت، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. والتشميت معناه إزالة الشماتة عنه بالدعاء له
كما في قول فإذا عطس فإنه يقول يرحمك الله. هذا هو التشميت، وهذا من حق المسلم على المسلم. وإذا كان الحضور كثيرين يكفي واحد منهم، هذه سنة كفاية، إذا قام بها أحدهم كفى. أحسن الله إليكم. بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمسح على الشراب إذا كان في رحلة برية، ما أبرز هذه الأحكام؟ الشراب يشترط فيه أن يكون ضافيا عن الرجل، وأن يكون ساترا لما وراءه، فلا يكون شفافا ولا يكون مخرقا يظهر منه بعض الرجل. حكمه حكم الخف، يمسح المقيم يوم وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها على ظاهر الشراب أعلاها، فهو مثل الخف سواء. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: من جهة دراسة علم الفرائض، هل هو خاص بالمجموعة أم أن دراسة هذا غير واجب؟ دراسة علم الفرائض كسائر أنواع العلم، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركه الكل أثم. الناس بحاجة إلى علم الفرائض لأنه يتعلق بالتركات وحقوق الورثة، فهو علم عظيم حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه. وقد فصل الله أحكام المواريث في كتابه الكريم في سورة النساء، ويدل على أهميته ووجوب العناية به بحاجة الناس إليه. أحسن الله بكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما الحكمة من عدم أخذ الشعر وتقليم الأظافر في الحج والعمرة؟ لأنه محرم. الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا أحرم الإنسان حرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيئا حتى يحل من إحرامه، لأنه ممنوع من الترفه، وقص الأظافر وحلق الشعر هذا من الترفه. هذا سائل يقول: الشيخ، لي أسهم موجودة في أحد المصارف وقد تم عليها أكثر من 3 سنوات، هل تزكى الأسهم؟ الأسهم تختلف. إذا كانت أسهم للبيع والشراء يبيعها ويشتري مكانها، يتعامل بالأسهم، بالتجار بالأسهم، فهذه حكمها حكم عروض التجارة. إذا تم الحول على قيمتها التي اشتراها بها فإنه يثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر عنها. أما إذا كانت الأسهم للاستثمار، يعني أسهم ثابتة يستثمرها بإنتاجها وهي ثابتة لا يبيعها، فإنه يزكي الغلة التي يحصل عليها منها. نعم. يقول ورد أبو عطاء يقول لي: قرأت الحديث فيما معناه ليجعل المسلم لنفسه في هذه الدنيا خبيئة من عمل صالح. خبيئة هي الشيء المستور، الإنسان يعمل العمل الصالح ويخفي عمله ولا يظهره، لأن هذا أبعد عن الرياء. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: بالنسبة للعمرة، هل تؤدى العمرة عن الغير إذا كان والدي مات ولم يعتمر وأنا في بلد بعيد؟ نعم، تؤدي العمرة عن والدك، هذا من البر به. إذا كان أوصى أن يعتمر عنه فتنفذ الوصية بأن يدفع لمن يعتمر عنه من تركته ما يعتمر به من مؤونة العمرة. وإذا لم يعتمر عمرة الإسلام فإنه يؤدى عنه عمرة الإسلام، وما عدا عمرة الإسلام فهو تطوع فيه أجر عظيم. إذا أراد أن يعتمر عن والده تطوعا فذلك من بره والإحسان إليه. نعم، بارك الله فيكم.
إمام صلى بالجماعة صلاة الظهر 3 ركعات، وبعد السلام تم تذكيره وقام وجاء بركعة بدون أن يكبر للقيام للركعة الرابعة، فهل فعله صحيح؟ نعم، فعله صحيح، لأن التكبيرة التي قام بها من السجود هي تكبيرة الانتقال، فلا يكررها، يقوم بدون تكبير، يقتصر عليها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما المراد بالآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ المراد بالوسط الاعتدال، معتدلة، أمة معتدلة بين الغلو والزيادة وبين الجفاء والإعراض، وهذا هو الوسط. وأما المراد بالآية كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، لأن الله يؤهلهم بذلك الشهادة على الأمم، يشترط في الشاهد أن يكون عدلا خيارا، تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما حكم متابعة المؤذن؟ وإذا كان في الحارة أكثر من مسجد فأيهما أتابع؟ تابع أول من تسمع من المؤذن، تابعه، وإذا تابعت غيره فمن زيادة الخير. متابعة المؤذن سنة ليست واجب، لكنه إذا تابعه يعني يقول مثل ما يقول: فإذا فرغ المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنها تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم لعن الشيطان والإكثار من لعنه؟ الشيطان لعنه الله وليس بحاجة إلى أن تلعنه، ولكن الواجب عليك الحذر منه ومن شره والاستعاذة بالله منه. بدل أن تشتغل بلعن الشيطان استعذ بالله من شره وإعصه فيما يأمرك به وما ينهاك عنه، فلا تلتفت إلى أوامره ونواهيه، لأنه يصدك عن طاعة الله وعن ذكر الله ما استطاع، فاعصه واستعذ بالله من شره، هذا بدل لعنه. أما لعنه فهو ملعون لعنه الله. وأيضا ورد أنه يفرح إذا سمع أحدا يلعنه، فيقول: أغضبت ابن آدم، أغضبته فلعن. نعم. هذا السائل يقول: أرجو أن تشرحوا حديث لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا يعني من وجب عليه حد من حدود الله، فلا بد أن ينفذ عليه الحد ولا يعترض أحد أو تحول شفاعته دون تنفيذ الحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، وأراد أن يقطع يدها، فشق ذلك على قومها، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وطلبوا منه أن يشفع في عدم قطع يدها، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه غضبا شديدا مع أنه يحبه، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. هذا معنى الحديث، يعني من وجب عليه حد لا يعترض